كثر على فكرة. سوي تسجيل او خلي جماعتك يسووا تسجيل، مش مشكله. يلا. انت لو بدك تضلك كل واحد بيطلع معك تنزله. لا انا ما احب المراوغه، احب الانسان. اني مراوغه انت الان محمد مثلا صالح. انا اسالك مثلا انا اسالك. اذا شفت اسم الله اعمل اشتراك للقناه ولايك وشكرا. انت قبل 3-4 ايام لما طلعت معايا هددتني بالحرق ولا لا؟ ولحتى الان بقول لك يا راح احرقه، ولا بعد 100 سنه عادي. شفت انت الان ما بتراوغ، ممكن ابقى معاك هكذا 4 ساعات اتكلم معك. انا صادق معك، اسمع انا صادق معك، انا مش علامي في الدين، ولكن انا جاوبني. تعرف ليش صادق؟ قل لي ليش؟ ليش؟ لانك ببساطه شديده ما عارف دينك. لو تعرف دينك قديش فيها ثغرات ما راح تكون صادق، راح تخاف. لا 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 وقف يا شادي يا ابو شاد حبيبي. راح تخاف الناس. محمد انت بتعرف اني انا يوم ولكن تعرف اني انا متعود على البلطجه ما يختلف معك. طيب ماشي انا بلطجي، انت بتعرف انه انا يوم بسوي بس بمسح كرامتك في الارض فيه يوم. كيف تمسح كرامتي في الارض؟ انا بدعوك انا هسه رايح افتح بث زي كل يوم، وبدعوك تيجي لمناظره عندي على صفحتي. لا اذا انت رجل جاهل صح ولا لا؟ انت عندك علم؟ انا لا مش جاهل، انا اسمع اخوي انا مش جاهل. انت عندك علم يا محمد صالح؟ جاوبني بالله عليك يا شادي. انا عندي علم مش في الدين، الله يرضى عليك. رائع جدا. ما عندك علم بالدين صح؟ اناظرك على انا مش تناظرني، انا ما بدي تناظرني. انا ما بدي تناظر عليك نور. هذا مش تراث، هذا قرآن. هذا قرآن. التراث الإسلامي في هذا الهبل وفي هذا هبل خلقتك الهبل يا زلمه. انت زلمه حمار، انت بغل. انت بغل، انت صرمه. انت يعني قرآنك انت بدك شحاطه زي هذه بس احطها في ضمك وادعس على راسك يا كندره. ما تقدر ولا تقدر تعمل يا والله نقدر يا زلمه. ما ولا تقدر تعمل اي شيء. وصلنا للي ازعم منك. متشنج. انو المتشنج؟ ما علمك انو المتشنج؟ هاي اللحظه والله ما بدك والله. هاي 45 نمرتها لاطبعها على صلعتك ووجهك يا وسخ. شادي لحظه معليش. شادي انت الان هذا القرآن جاي تدافع عنه بالنعال مثلا بالشحاط؟ انا بدافع عن قرآني باي شيء يا زلمه، لانه انت واحد رخيص. باي شيء. هل القرآن انت واحد رخيص درجه انه اخرست الالسن وغيبت العقول، وبالتالي انتم جالسين ترفعون النعال والشحاطات عشان تدافعون عنها؟ اسمع انت ايش ما بتقيم علي حجه يا زلمه؟ انت واحد رخيص. انت الرجال انت واحد رخيص. الان انت انا ما عندي علم. انا ما عندي علم فقط لاني طلعت انا احمد الفاتح. انت هذا الكلام اللي موجود هو انت لما بدك تدافع عنه لانه عقلك مغيب، ما تعلمت شيء منه، تعلمت فقط البلطجه اللي موجوده هون، تعلمت التنمر، تعلمت الكذب، تعلمت الاساءه والسباب والشتائم. فبالتالي لما بدك تدافع عنه ما تقدر تدافع عنه الا بسوء الاخلاق يا ابو خالد، صح؟ الا بسوء الاخلاق. بتعرف انت شو يا زلمه؟ انت ارخص من صندل يا زلمه. انت ارخص من صندل. مش اعتقد، انا متاكد مش معتقد. تعتقد انه رجل درس يعني هذه انو الرجل هذا اللي قدامك، هذا اللي انت رجل. انت امعه يا زلمه. لا انت امعه. الامعه انا اقول لك ما هو الامعه. الامعه يكون مع الناس حيث كانوا، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال شو قال؟ عليه الصلاة والسلام. الرسول شو قال؟ عليه الصلاة والسلام. لا تكونوا إمعة. بشرفني أحمل أخلاق محمد. يصلح الناس وأفسد حين يفسد الناس، أو كما قال. عرفت؟ الإمعة هو الذي يكون مع العالم، يكون مع الناس، يكون معاهم بدون ما يعرف الحق من الباطل. أنا رجل درست هذا الكلام. انت مش دارس شيء يا محمد صالح. تدلسش على الناس، تدلسش. انت مش دارس. بالله عليك درست هذا الكلام. لما تبين لي انه هذا الكلام مجرد هبل ما صرت مع تركته. انت بتعرف انه الهبل موجود هون، ولذلك ما لا الهبل موجود في راسك. لانه راسك خندق. شادي يعني انت شوف اخلاق
من يقول الهبل هون، والاخلاق من يقول الفضيله هون. انا رجل جالس اناقشك بكل انت بتعرف شو مشكلتك؟ انت طب اسمعني انا بتصيرش اسمع، بصيرش اضل اسمعك انا، بدك تسمعني. لا اسمع، انت اسمعك والله اعطيك فرصه. انت مكيف علي عشان بنفعل. انت بس بدك، انت مكيف على الوردات اللي بعطوك اياهم. شادي انا ما بعمل عليك يعني هكذا. انا بعرف شادي مسخره في دار ابوك يا ملعون، فتش ابوه اللي عقبك واحد وسخ صندل. ايوه فضل. انا بعرف انك انت متشنج، بعرف هذا الكلام. انا مش متشنج. اكيد انا مش متشنج. اكيد متشنج. انا مش متشنج. لما واحد يوصل به التشنج لدرجه يرفع الصندل ويحطه على الموبايل، شو راح يكون هذا؟ يا زلمه انا شبيت الشاي، انا كسرت الدنيا، انا كسرت. تفضل خذ. انا مش بدي ارفع، انا بدي احطه في ضمك، بدي احط نعالي في ضمك. تعمل قول لي كيف انت هذا؟ قربت انك انسان مش متوازن يا ابو الشاد. انا مش متوازن. انت انسان عندك عصبيه، عندك مشاكل نفسيه. شبيت الشاي يا ملعون، فتش ابوه اللي عقبك. شبيت الشاي يا صندل يا ابن الصندل. انا يا عم وانا جاي جنبك انت شبيت الشاي. شفت بسبب تهورك. انت الساعه ما شفتش شيء من تهوري. طول بالك يا اخويا حبيبي. طول بالك عزيزي. عزيزي. ايه انا كل الناس اعزائي واحبتي عادي. شايف احبتك. اللهم الله يا رب. بدعو الله عز وجل انك تبقى خصمي يوم القيامه امام العرش. انت شادي بس ان شاء الله ما تكون احترقت، طمني عليك. مش مشكله، تخافش، انا بحترقش يا اخوي، لانه احنا مؤمنين بالله. لا تلسعنا النار. طب شو رايك تجيب الكبريت وتشغله على ايدك قدامنا ونشوف الصدق من شو اسوي؟ جيب الجداحه وشغله على ايدك. اشغل ايدي قدام. اشغل ايدي قدام. راح برضو الله عز وجل قال الله عز وجل النار تحرق لا مش كذب. الله قال الكافر. كله كذب هذا الكلام. طيب ماشي، خلينا احكي. خلينا احكي حبيبي. انا اريدك تهدى. الله كم شادي عندنا؟ الله عز وجل قال لنا لا ترموا بانفسكم للتهلكه. ايوه كذب. الله ما بيقول مثل هذه الامور. الله ما بيقول والله انك واحد مع رخيص يا زلمه. انت تجرأت على الله وعلى الرسول. انت انسان تجرأت على القرآن. لا على الله ولا على انت انسان لحتى الان كل المعلومات اللي جمعناها عنك صحيحه 100%، وفي فيديو مجهزه لمتابعينك امتكتك يا محمد صالح. اللي هو شنو؟ اللي هو انت قاعد بتسوي. لا اللي هو اللي انت قاعد الان بتبرر فيه عشان تملص منه بس، لانك انت بتعرف شو اللي سويته وبتعرف شو الفيديو الممسوك عليك. الكذب صفة عند المسلمين إذا اعتقدوا أنهم في حرب، لأنهم يعتقدون الكذب يجوز في حالات الحرب. وبما أنك أنت يا شادي تعتقد أن محمد صالح أخطر من المشركين واليهود، فأنت ممكن تقول فيها أي شيء صراحة، صح؟ كل احترام. هل لا زلت تعتقد أنه أنا أخطر من اليهود والمشركين، ولا تنازلت عن هذا الكلام؟ أنت أخطر من الدجال. أنت رويبضة. أنت أخطر من الدجال. يا نهار اسود. اليهودي صاحب، راح ينزل يطلع في اخر الزمان. صحيح. اليهودي صاحب كتاب ويحترم، والمسيحي صاحب كتاب ويحترم. اما انت فبالنعال تلطم. بس انا ما احتليت بلدك، اليهود اللي احتلوا بلدك، صح؟ بالنسبه للموضوع السياسي عقب لي اياه عشق الله يخليك. انا ما جيت لعند نبيك ولا لعند رسولك اللي ويجعلك مش من حفظه. اليهود قالوا عن النبي الله عيسى ويجعلك مش من حفظه بشرف يا محمد صالح. في آية في القرآن بتقول حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. بوعدك وعد شرف إلا اشرب من دمك. طب كيف هذا حرم عليكم الدم وبعدين تشرب من دمي؟ مو حرام؟ على برك بدي أكفر وتوب. يعني أنا خليتك تكفر؟ أعوذ بالله. والله أنا أعوذ بالله. أنا ما يرضيني إنك تكفر يا شادي.
على والله تسكر البث، على والله. ليش؟ وأنا ما لانك بدي، بترحم أنا المسلمين. لازم أسكر البث إذا أنا ما أريد أكون سبب في كفرك. ان شاء الله كلكم بتصيروا بتنحشروا مع محمد صالح. كل اللي بكتب نحن من اتباع محمد صالح يا رب يحشر مع محمد صالح. أنت ليش زعلان مني هيك يا شادي؟ انا مش زعلان منك، انا نفسي افجرك. فيك ليش بدك تشرب من دمي وتقتلني وتحرقني؟ شو هذا؟ شوف ابن هالصندل يا زلمه، شوف هالصندل يا زلمه. مين صندل؟ هذا خلقة بني ادم؟ هو مش بني ادم يا زلمه، بمسخي يا زلمه. يعلم الله مستنسخينك من الخنازير، يعلم الله. شفت؟ خذ، منين جبناها؟ منو هذا؟ هذا صديقي من جنين، وانا من جنوب الضفه من الخليل. يعني لا يعني انتم تركتوا الاحتلال، تركتوا الاحتلال وتركتوا اخواتكم في السجون وتركتوا الاسرى والقضيه والمشردين والمهجرين، جايين تجاهدوا في محمد صالح؟ ما انت اخطر من الاحتلال علينا يا زلمه، انت اخطر من الاحتلال. كيف انت اخطر من الاحتلال؟ انت اخطر من الاحتلال. ولتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. انت الان بتكفر في القران، بتكذب. ما انت مشرك يا حمار، انت مش فاهم شو بتحكي. ايه بس اليهود القرآن انت مش فاهم شو بتحكي. يقول محمد صالح. ما هو انت مشرك، انت مشرك. قدم اليهود بس انت مشرك، انت تعديت اليهود. انت تعديت. المشرك الذي يعبد عدة آلهة. انا مش مشرك، انا ما بعبد عدة آلهة. انت مش تعبد عدة آلهة؟ لا والله العظيم. بعدين انت الجمعة هذه وين خطبت؟ ما بخطب، انا بروح اصلي الجمعة وارجع للبيت. اروح بعدها اتعالج نفسيا من عند هذول الناس. تعرف الخطباء الجمعة يا شادي، انت ما بتروح تتعالج الكآبة. اول ما بطلع بشغل ممكن سؤال اسالك اياه؟ ممكن استمع لاغاني عشان النفسية تهدى. ممكن اسالك سؤال لو سمحت؟ سؤال بس وتجاوبني عليه بصدر رحب. اكيد. ليش زوجتك شردت من عندك وطلقتك؟ مين اللي كذب عليك هذه الكذوبة؟ ما كذب علي، هي نفسها حكت لي. هذا اللي قال لك هذا الكلام. هي نفسها اللي حكت لي، هي نفسها اللي حكت لي. هذا الكلام بنتك وابنك تعرف انه كذب يا شادي. بنتك والله شادي ما بخجل، لانه مرتك اللي حكت لي. شادي معلش. ابنك وبنتك وين امي؟ شادي ما بتخجل قدام الناس. ابنك سؤال انك عشان تدافع عن سؤال مثل هذه الأشياء. ابنك وبنتك وين امي؟ بنتك وين بتشتغل؟ انت بغض النظر الان انت ما بتخجل انك شو علاقتك بالسوسيال؟ ما عنديش اي علاقه، بشتغل، بيكون جزء من الدوائر اللي بشتغل معاها. بعرف. بنتك وابنك وين امي؟ الان هذه اسئله شخصيه. تسالش تحكي. لا مش شخصيه. انا حكيت معك رحت سيست الحكي، صرت تقول لي اليهود. انا الان بسالك زوجتك ثلاث اسئله بسالك اياهن محدده وبدي تجاوبني عليهم قدام متابعينك الامهات زيك. زوجتك ليش طلقتك؟ بنتك وابنك ما طلق. بنتك وابنك وين امي؟ هذا كلام مش خاص بك، هذا له. وشو علاقتك بالسوسيال؟ ما استطيع اني اقول لك وين هم الان. طيب وشو علاقتك بالسوسيال؟ من ضمن الدوائر اللي بشتغل معاها دائرة الشرطة، دوائر المشفى، دوائر المصحات النفسية كذا، واحدة من الدوائر اللي بشتغل معاها. اللي بعده يا شادي بتشتغل معها ضد اللاجئين السوريين وضد اللاجئين العراقيين وضد اللاجئين الفلسطينيين وضد اطفال اللاجئين السوريين يا اما يا رخيص. شادي السويد مش الدول العربية عشان تقدر تشتغل معها. السويد ألعن لأنها حايشة ملاعين مثلك. تعرف السويد من أكثر الدول اللي ناصرت القضية الفلسطينية. اللي بيشتغل معهم عشان تفهم يا سلطاني، اللي بيشتغل معهم السيد محمد صالح، بيشتغل مع السوسيال السويدي. أقول لك وزوجته ورقة المحكمة موجودة عندنا، طلقته لأنه ديوث. شوفوا يا وابنه وبنته بديش انزل في اعراضه اكثر. بعرف بنته وابنه وين امي. دعايه، اصبر اعمل لك دعايه. وين ما بتشوفوا شادي تقولوا له يا شادي طلع لنا ورقه طلاق محمد صالح،
راح تشوفوا كيف راح يتهرب ويكذب عليكم. اتهرب اكذب عليهم؟ اتهرب اكذب عليهم حماية حماية لزوجتك، حماية. الساعة لسه الفيديو اللي موجود اللي بوعدك اللي انشره يا محمد صالح على اعتى المواقع. انا بوعدك يا شادي انك ما راح تنشر شيء، وانك راح تطلع كذاب قدام الناس، والناس راح تبصق عليك. تعرف لا مش راح يبصقوا علي، لانك بتكذب ببصقوا علي. واتخذت الكذب. انا ما اخذت. لا انا ما كذبت. انا ما كذبت. ما يمكن يكون. انا ما كذبت. انا ما تولين ودت لك الصورة الصح، ودت لك الخنزير. تولين ودت لك الصورة الصح، كل احترام تولين إله، انك وديتي له الخنزير لانه هذا مقامه. كل احترام. الان بدك تفهم شيء واحد، ورقة المحكمة موجودة، ورقة المحكمة موجودة، فيديوهات إلك وعلاقاتك بالسوشيال موجودة، أولادك معروف وين هم. شادي شوف أنت الآن قديش إنسان ساذج كيف ضحكوا عليك. لا أقول لك كيف ضحكوا عليك. أنت تعرف الناس اللي قالت لك في ورقة وفي كذا، أنا الآن راح أحطك في موقف صعب جدا يا شادي. مش في ورقة. قل لي كيف راح أحطك في هذا الموقف. كيف؟ الآن أنت فضل. الناس وين ما راح تشوفك راح تطالبك بالدليل. تعرف أنت شو راح يصير فيك؟ ما يكون عندك دليل، راح تخرج وتقول والله العظيم يا أخوة ترى عندي الدليل ولكن ما أريد أطلعها. فراح يظهر إنك أكبر كذاب قدام الناس. كذبت على إنسان ماشي. وتريد أن تشوه سمعته، بينما أن دينك هذا الهبل يقول لك ببساطة شديدة الدليل عندي. ما احنا مجموعة، انت مش فاهم ولا شيء. احنا دخلنا بيتك وكمبيوترك الشخصي. رائع جدا. فاهم علي؟ دخلنا تليفونك وبوعدك غير صحيح. وانت انا الان اقول لك يا شادي، انت واحد من مشاكلك النفسيه يا شادي غير صحيح. انت دينك اجاز لك الكذب، فانت ما اجاز لنا الكذب يا زلمه. لما اسمع محمد صالح بدي احكي لك شغله. انا والان يروح اي حدا معك على البث يتحقق، دارس اشي اسمه اوراكل داتابيس ادمنستريتور، وحاصل على شهاده SQL BSQL من شركة أوراكل في بريطانيا. فاهم علي؟ وهذه من أقوى لغات البرمجة اللي موجودة حديثا. بهذا إيش دخل هذا؟ عشان هيك بدي أقول لك إنه تليفونك تم اختراقه، كمبيوترك تم اختراقه. فاهم علي؟ والآن في أشياء حلوة راح تطلع لجمهورك. رائع جدا. لجمهورك يدل فقط على ان الطريقه اللي بتستخدموها في ارهاب الناس هي طريقه الناس البرمجيه. لا احنا بنقول لك يدل فقط يا شادي، يدل فقط. هذا يؤكد كلامي ان الناس الذين يتبعون هذا الكلام عندهم كمية من قلة الأخلاق والإنسانية ما يختلف معاهم. لا عجزوا عن مقارعة الحجة بالحجة، فبهذا جبنا يا زلمة ادخل على تليفونك انا بدي اقول لك ادخل على تليفونك. جبنا سجل مكالماتك مع السوشيال، جبنا سجل مكالماتك مع شغلات كثير، جبنا صور، جبنا فيديوهات. فاهم علي؟ مع احترامي للاخوات اللي عندك، اللي بتقول الان نستوعب، مع احترامي انا شفقان على بعض الاخوات اللي عندك. انت مستوعب على تسجيل مكالمات. انا بمارس كذب يا اخوه لحظه شادي، انا اعمل لك دعايه بما انه الناس موجوده وبتحب هذه الامور. وين ما بتلاقون شادي من الان فصاعد. انا عندي منبر لحظه ضدك. انا عندي منبر ضدك. لحظه شادي اسكت شويه. الان انا اللي بسكت. انا اطالب الاخوه والاخوات وين ما بتلاقون شادي قولوا له يا شادي، يا اما انك كذاب او تطلع الامور اللي انت هددت بها محمد صالح، او تكون رجل كذاب. اسمع
بوعدك وعد شرف. لحظة أنا أقول بوعدك وعد شرف إلا غير كل اللي عندك. بوعدك لا توعد وعد بوعدك عشان الناس بعدين ما تتهمك بشرفك. بوعدك وعد. أنا ما حد بتهمني بشرفي. ما حد. ما هو أكيد ليش؟ يقولوا لك هذا الكلام. ليش؟ لما أنت توعد ليش؟ وعد يا زلمي يا زلمي اسكت شوية. يا زلمي في واحد انت بتحكي في الاسلام. انت بتحكي في الاسلام. في واحد بطب في اخته يا زلمي. في واحد بطب في اخته. عن هذا الهبل. في واحد بطب في اخته يا محمد صالح. ارجع لتليفونك واحذف اللي على تليفونك. لحظة شو قلت هذا الكلام مرة ثانية؟ في واحد بطب في اخته يا محمد صالح. ارجع لتليفونك بتعرف كيف جبنا المعلومات. الا المرضى النفسيين. عليك نور. وهذا اللي احنا لقيناه على تليفونك ولقينا العياده اللي بتتعالج فيها كمان. فاهم علي؟ ولقينا العياده اللي بتتعالج فيها. بالله عليك يا شادي تفضل. ما بتخجل من هذه الاكاذيب؟ لا لأنها هذه حقيقة. والله يا محمد صالح والله الأخوة والله فريق كامل شغال عليه له أكثر من أسبوع. أنا معاق ولكن مش مريض. اسكت شوي. طيب شوفوا يا أخوة، وين ما بتلاقوا شادي اطلبوا منه يا أما يطلع هذه الفيديوهات وهي الوثائق اللي يتكلم فيها، أو هو إنسان كذاب. هذا الانتربول لحظة شادي هذا الانتربول بتسلم لي عليه. شادي موافق على هذا الكلام؟ أنا موافق. اللي بتعرف ليش؟ لأنه اللي عندي على الصفحة اللي أنت بتقوله بتكون كذاب. استنى شوي ممكن تسمع شوي؟ جاوبني بالله عليك جاوبني. ما احنا تكلمنا بالصراحة مع بعض. بطلع كذاب. يا أما أنت بتطلع اللي بتقول عليه أو تكون كذاب. بكون كذاب. إذا ما طلعتوش بكون كذاب. إخوان والأيام بينكم أنا ماليش دخل. إخوان لو سمحتوا إخوان اللي معنا على التعليقات شكرا لكم على الغلط. في معاي ناس من الفريق تبعنا تبع ذا كينج. إذا معانا فريق نارت إذا نارت موجود معنا أو واحد من أو هانتر في التعليقات. نارت أو هانتر. شادي أنا اللي بيتركني بنزله، اللي بيعلق على التعليقات بنزله ما بسمح. لا بس بدي أثبت لا لك ولا لغيرك. اللي بيروح للتعليقات روح ناقش الناس معاهم في التعليقات. بدك تكلمني أنا هون فوق. الآن أنا بدي أكلمك. الذي يطرح نفسه يا شادي السؤال الذي يطرح نفسه. اتفضل. أنت الآن كان بدك تناظرني صح؟ أنت ولا واحد غيرك؟ لا مش أنا والله واحد غيري. شو رأيك تجيبه؟ انت شو رايك تيجي عندي على البث واطلع لك اياه؟ ناس بلطجيه ما حدا يجي لعندكم. هذا كلام من باب من نافله القول. يعني على اعتبار تجي بالحرق وتشرب دمي. اي احمق راح يجي عندك يعني. هذا كلام لا يمكن. يعني بدون مؤاخذه يعني انا قاعد عندك بتجني هان. لحظه شادي خلينا نوصل، لانه قبل ايام كان في ولد ثاني راح يجيب لي شيخ وما ادري وين الله حطه يعني. كيف الناس بتخجل. المشايخ بيقولوا لهم لا يا اخوه ترى اتركوه هذا كذا من كثره الاحراج. السؤال الذي يطرح نفسه يا شادي، هل هذا الشخص الذي انت تريد ان يناظرني موجود الان؟ موجود. كان طالع معك اللي هو احمد الفاتح وكمان واحد اسمه ما عنده كتاب يقرا منه يناقش في ماذا. وفي عندي كمان واحد اسمه اعصار. شو اسمه؟ اعصار. ايوه انا راح اذا يطلع معايا انا اتفق معاه على المناظره. تمام. بعد ما اسال 3-4 اسئله في علم الاسناد والحديث واشوف اذا هل هو عنده علم ومستوى ولا هو جاي من الزعران يعني. كابي انا فلسطيني يكفيني اسمي اني فلسطيني ومسلم ما بدي مشاهدات. عندي يا شادي قلت لك لا تناقش التكست. راح انزلك المره الجايه. انت كلامك فقط يكون معايا. تمام. ما تناقش الناس اللي موجوده في التكست. تناقش فقط محمد صالح. انت طالع عندي وتناقشني انا فقط. تمام. لا كيف هذا الكلام؟ كيف؟ قل لي كيف هذا الكلام؟ يعني انت الان كيف هذا الكلام؟ كيف؟ جاوبني. شو بدك تقول؟ يلا تفضل قول. جاوب. شيل عن نفسك الكتم.
محمد صالح. اه اخوي. اخوك كيف انت راح لا مبرمج. أخوك؟ مبرمج. انا فتحت الكتم ما كانش محطوط عليه كتم، الكتم بقى مبين من عنده، ما تخافوش انا مبرمج وراح اثبت لكم شغلات كثير. كيف حالك؟ انت كويس؟ انا افضل انت منك كويس يا محمد بمراحل. صالح؟ انت ولا افضل مني ولا بنص مرحله. بنص مرحله مش افضل بحياتك مني. شفتني انا بطلع شحاط بضرب في الموبايل؟ لانك لا تجرؤ. لا بجرؤ، ولكن لاني محترم. لا تجرؤ. لا بجرؤ. واحد الإنسان بيشتغل خاين، المحترم واحد يفرق عن الإنسان اللي ما تعلم واحد بيشتغل خاين ضد ابناء دينه وابناء بلدانه العربيه انت مع الآن حكومه تعمل هذا الشيء اجنبيه. مع السلطه الفلسطينيه. احنا اللي بنعمل هذا باعت الشيء. أراضيه. ولك على السلطة الفلسطينية صباطي. اللي عندك اللي اتفقت مع الإسرائيليين أنه يعطوهم 3/4 فلسطين واعترفوا بدولتهم. أنتم اليوم عمليا لابد أن تقتنعوا بأنه إسرائيل دولة عليكم أن تحترموها بقرار أنا بدي أقول لك السلطة شغلة. الفلسطينية وبقرار ياسر عرفات، ولا تقدر تفتح سمة. اسمع انا بدي اقول لك شغله. والمشكلة والله. حتى هذا الإسرائيليين مش قبلانين منكم. اسمع انا بدي اقول لك شغله باخويه. انسان يشتغل عميل مع الغرب ومع دولة ضد ابناء سوريا. انت الان السلطه الفلسطينيه بتشتغل مع طب خلص خلينا احكي. احتل بلدك مع من طب خلينا احكي. اخوانك. مش انت على الحساب بتحب الواحد يناقشك ويحكي، ليش بتقاطع؟ ما انت خلينا الان نكمل. ماخذ الموضوع شخصنا يعني. ما لا مش شخصنا. الان مثلا انا الان لما اقول لك عن القران انت تقول انا ما عنديش حاجه عن القران، وانا بناقش التراث الاسلامي. عرفت كيف؟ انت تركت تراثك، اسمه القرآن. هاي العراب موجود. العراب وجالس تناقش في محمد صالح وعندك مشكله. طيب. هلوسه عندها محمد صالح. انا ما استطيع اني انا اقول لك تروح لعند طبيب شادي، تروح لعند طبيب نفسي تقول له ترى في واحد بالتيك توك عامل لي هلاوس اسمه محمد صالح، ممكن اتعالج منه؟ بيخليني افقد صوابي، اطلع اللحاف واضرب الموبايل مثل اهبل. مستوعب الليله؟ اسمع بدي اقول لك شغله محمد صالح. واحد بيشتغل زيك ضد ابناء سوريا وابناء العراق وابناء فلسطين مع دولة اجنبيه، بتشتغل ضدهم واخذوا اولاد من عائلاتهم بسببك. مو بسببي هذول ناس اولادهم مسحوبه من انا بعرفهم يا عمي. انت بلغت عن 6 عائلات يا شادي فاهم علي؟ انت الان لحظه، انت الان لانك انت في مكان اهبل ما حدا بيعاتبك على الهبل اللي بتعمله، ولكن لو انت كنت في دولة محترمة مثلا مثل السويد، اول ما بيشوفوك تتصرف بهاي الطريقة وتتعامل مع الناس وتسب وتلعن وكذا، راح ياخذوا اولادك عشان اولادك ما يتأثروا باخلاقك، لانه هذول الاولاد لهم الحق انه يعيشوا حياة كريمة، حياة محترمة، ما يعيشوا مع اباء عندهم مشاكل نفسية، اباء مضطربين نفسيا بيرفع النعال على الموبايل فقط عشان مسألة في التيك توك، يروح يدافع عن هذا الناس كتبوا له اياه قبل 700 سنة. شوف لي دكتور، انا محتاج دكتور. ايوه شوف لي دكتور لانه انا عيان في هذه الحالة. انا عيان. شوف لي دكتور. هذا بدي احطه على وجهك اطبعه. شوف لي دكتور بسرعة، معيش وقت. شوف دكتور معيش وقت. ها انت شو بتعمل؟ شو بعمل؟ انت انا زلمه يعني الان انتوا بعد ما عجزتم، أمة اقرأ تحولت لأمة نعال، تركتوا القراءة تمسكون النعال. والله انك انت النعل يعني انت الان عمليا المفروض لا تقول اقرأ باسم ربك، وانما تقول امسك النعال باسم ربك. شفت مين الكافر؟ شفت مين الكافر؟ تقرأوا يا شادي. شفت مين الكافر؟ لا لو كنتوا بتقرأوا ما كنت تمسك النعال لما أنا أقول لك قال الله وقال الرسول، كنت تقول لي هذا الله وهذا الرسول والحديث والآية، ولكن أنت ما بتعرف هذا الكلام. إسراطين سكر طمك بلاش أجي على رام الله أدعس على راسك يلعن شكلك رخيص. مين تتكلم عن إسراطين الملحد اللي عندك. أنت مقضيها هكذا بلطجة على الناس كلها. إسراطين باجي بدعس على راسك في نص رام الله وبلعن أبوك أخو جرموطة. لا ما أقبل. إسراطين
ما اقبل حدا، مو هو اي حدا يطلع على الجيست عندي ما اقبل انه يغلط على حدا من الشباب. عرفت كيف؟ انت حاول تكون محترم يا شادي، عشان عندك كلام توجهه لي. انت تعاني من مشاكل واضطرابات نفسيه، هذه الاشكاليات والاضطرابات النفسيه اللي تعاني منها يا حبيبي يا شادي، علاجها ليس عند محمد صالح، وانما علاجها ببساطه شديده تروح تقوم عند مصحة نفسية، تقول أنا رجل مضطرب، أؤمن بشوية هبل، أؤمن بشوية خرافات، أنا في ناس لما يتكلموا معايا بعلم أفقد أعصابي، أمسك الشحاط وأظل أضرب في هذا وهذاك، وأنا تحولت إلى إنسان بلطجي. عرفت كيف؟ فبالتالي أنت تعالج نفسك. هذا الكلام مع الأسف الشديد، هذا الهبل ما أعطاك علاج يا شادي. فما طيب ماشي. على العموم نفسك بالقرآن. على العموم انا بدي انا معك، يعني انت بتشوه سمعتي اصلا يوم اطلع معك. بس بدي اقول لك شغلي انه قربت. انت الان انت اللحظه وبالنسبه لاسراطين، بالنسبه لاسراطين انت سببت انت واحد رخيص وبعرف وين بيتك في رحم الله. والاي بي تاع تليفونك صار عندي، وبوعدك اللي اصلك. توكل على الله. شادي فاهم علي؟ انت ما تحتاج، توكل على الله. تحتاج تمارس البلطجة على الناس لانك ضعيف الحجة. العلم يقارع بالعلم، البلطجة تقارع بالبلطجة. انت الان تريد تقارع العلم بالبلطجة. البلطجي لما يوقف قدام العلم تعرف شو بيصير؟ يصير مهزلة. بس اسراطين هذا بوعدك اللي اصله يا محمد صالح، وخليك تشوف فيه يوم حلو. بوعدك. هو هذا تهديد، هذا يعتبر تهديد يا شادي. ما يمكن انك انت يعني تقوم بتهديد الناس بهذه الطريقة، هذا تهديد. انا بالعربي الفصيح بهدده وبعلنها له. واذا هو زلمي يرد التهديد. اذا انت زلمه يا اسراطيل رد التهديد. لا هذا اخر مره تجيب اسم اسراطين انزلك. على فكره انت كلامك معاي، انا ما بقبل حدا يروح يتناقش مع التكست عندي. عرفت كيف؟ خليك محترم وخلي كلامك معاي. اوكي تفضل. ايوه الان انت ماذا تستفيد من البلطجه هذه؟ هل تعتقد انك بتحبب الناس في دين الله بالبلطجه؟ انا بالنسبه إلي الدين لله والوطن للجميع. لا مش صحيح. لا الدين لله والوطن للجميع. الدين لله لا تتدخل فيه. ايش دخلك فلان لله وما يتكلم؟ انت مين اللي وكلك عن الله؟ أنا أيوة، مين وكلني على الله؟ إني أنا بآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الكنباية عندك في البيت تحت الصفات. فما تقعد تقول لي مين اللي وكلك ومش مين اللي وكلك. بأي مكان. بدي آمن على رقبتك وفمك يا وسخ. يا شادي توكل على الله. أنت تريد أن تؤمن بالله، تروح تؤمن به في غرفة نومك، تحت السرير، فوق السرير، والله لا تجي تجبر إيمانك على الناس. غرفة نومي أنظف من غرفة نومك. وسلم لي على الفيديو اللي عندي اللي انت عارفه واللي ممسوك عليك من السوسيال، اللي السوسيال ماسكيته عليك، اللي هي المخابرات السويدية ذاليتك فيه. فاهم علي؟ وراح يطلع هذا للمشاهدين. هذا الكلام تعرف يا شادي، تعرف انت ليش تفكر بهذه الطريقة؟ انا حبيت انك بديش اطلع لانه السلطة الفلسطينية كانت تتعامل بنفس الطريقة عشان تخلي عندها جماعتها، تروح تدس لهم شوية نسوان من جماعة هذول اللي يعني عرفت كيف؟ فكان شو بيعملوا؟ بيصوروهم ثم بعد ذلك يذلوهم. هل تعتقد انه الناس والشعوب والامم كلها مثلكم؟ لا يا عمي، الناس ما بتتصرف بهذه الطريقة، الناس أرقى من هذه الطريقة. لذلك يا شادي أي طريقة؟ الطريقة اللي أنا بكلمك عنها. أي لا طريقة؟ راح أنزلك بهذه الطريقة صدقا. تغير الصورة خليني يا زلمة، ليش تنزلني؟ لا خليني يا زلمة. هذا تسمى قلة أدب يعني. طيب نصعد غيرك. العراب